وده بقى بيكون بالنسبة لي من أقذر أنواع الخيانات. فعادي وانتي جنبه هيبص لغيرك وهيعاكس غيرك وهيمدح في غيرك. مين هو الراجل المهذب؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 بجد، وحشتوني والكاميرا وحشتني وكل حاجة وحشتني. حاسة ان انا طولت عليكم شويتين ثلاثة، بس غصب عني والله. يعني اعرفوا اني ما يمنعنيش عنكم غير الشديد القوي. فلما اختفي عنكم كده انا ما سبتش يوتيوب ولا حاجة معاكم، ما تقلقوش. بس لما اختفي عنكم كده اعرفوا ان في سبب قوي قوي يعني هو اللي منعني عنكم. ورجعنا لفيديوهاتنا ومواضيعنا المثيرة، فخلينا نبدأ ونشوف. مشروبك وتعالي اسمعي. مين هو الراجل المهزأ؟ صراحة أنا اخترت وصف مهزأ مش لأنه بيجيب بس الإهانة والتهزيء لنفسه إطلاقا، لا، ده عشان بيجيب الإهانة لنفسه وللي ربته وللي اتجوزته أو اللي هتتجوزه وللملزقة اللي اتلزقت فيه. ويا جماعة أنا مش طالعة أجيب في سيرة حد ولا طالعة أتكلم على حد بعينه، أنا هتكلم على النوعية دي بصفة عامة، لأنها الظاهر كده بلاعة وانفجرت في وشنا كلنا. بنات أو ناس كتير فاكرة إن الخيانة علشان تكون فعل شنيع نتصدم منه كلنا لازم يكون فعل سري ومخفي عننا كلنا، نكتشفه بقى يا إما بالصدفة أو إننا نجري ونراقب ونربط الخيوط ببعض لمجرد الإحساس لحد ما نكشفه. بس ما يعرفوش إنه ممكن يكون علني عادي، عيني عينك كده، هاخدك وانت جنبي وعيني في عينك وما تقدرش تفتحي بقك. ليه بقى؟ علشان هو بيكون محسسك انك مش كفاية وخلاكي تصدقي ده، او علشان مسكك من نقطة ضعفك وعارف يخليكي تخضعي له وما تبعديش عنه. فعادي وانت جنبه هيبص لغيرك وهيعاكس غيرك وهيمدح في غيرك مهما كانت درجة حلاوتك ومكانتك الاجتماعية وفلوسك وكل الكلام ده. وده بقى بيكون بالنسبة لي من أقذر أنواع الخيانات، لأن النوع الأول ده بيبقى عبيط، وأنا مش ببرر خيانته طبعا، بس خلينا نقول إنه بيكون لسه عنده شوية دم تجاهك أو خايف منك فبيعمل كده من وراكي. لكن النوع التاني ده بجح وما شافش الباقي، وفي الأغلب والله بيكون عنده نقص، شايف إنه قليل فبيجري يتعامل مع كل من هب ودب علشان يحس بإنه قد إيه مرغوب ومحبوب، وهتلاقيه دايما ما بيكملش في أي علاقة يدخلها أصلا. في فكر منتشر كده بقى للأسف بنات كتير مصدقاه إنه حرام علشان هي في علاقة مع شخصية مشهورة ومعروفة فده تمن الشهرة ودي حياته، ولازم تكون عندها روح رياضية وتتقبل إنه يكون عنده صداقات ويخرج ويروح ويجي معاهم خارج نطاق العمل عشان ده شغله وده تمن الشهرة. يا عيني يعمل إيه بقى؟ مشهور ومحبوب ومعروف. كل دي طبعا تبريرات فارغة طالعة من عقليات صغيرة. في الأول وفي الآخر الرك على الراجل، ومش الشهرة هي السبب ولا حاجة. أنا فاكرة إن في فنان مشهور من فترة كان في لقاء وبيحكي عن موقف حصل من معجبة، كان وقتها هو وزوجته في مكان وبنت جت سلمت عليه وطلبت من زوجته تصورهم بس بطريقة مش كويسة كان ما فيهاش احترام زوجته دي، فهو رفض انه يتصور وعلق وقتها انها ما احترمتش مراتي. على فكرة كان ممكن يعترض ويقول لها صورينا وبعدين يضحك عليها بكلمتين ومعلش معجبة ما ينفعش احرجها عشان شكلي، لكن هو حافظ على كرامة مراته. فهي دي الرجولة، والرجولة ملهاش اي علاقة بمدى شهرة شريك حياتك او منصبه او مكانته الاجتماعية. فما تبرروش قلة التربية وانعدام الرجولة. طيب ايه هي بقى الصفات اللي اول ما تلمحيها في اي راجل تهربي؟ أولهم قلة الاحترام. أي راجل ما بيحترمش شريكة حياته أو الست اللي المفروض هتكون شريكة حياته فيما بعد وبيتعامل معاها أكنها سد خانة، ده الراجل اللي فعلا يتقال عليه مهزأ. لأنك أنت لو ما حطيتش كرامة الست اللي معاك أو اللي المفروض هتبقى معاك في المستقبل قبل كرامتك يبقى اسمح لي أقول عليك مهزأ، لأن هو البني آدم إيه غير كرامة؟ تاني حاجة بيتلاعب بيكي عاطفيا، يعني ما تبقيش عارفة هو بيحبك بجد ولا بيضحك عليكي. مش بس كده، لأ، ده ممكن يكون بيتعامل مع غيرك أحسن منك كمان، ولما تواجهيه يقولك حبيبتي انت غير، دي مجرد ملاطفات علشان بس نمشي الشغل، وانت زي الهبلة تصدقي.
لكن في الحقيقة هو بيتعامل كده مع الكل عادي في الشغل وبره الشغل، وليه علاقات بعدد شعر راسه. تالت حاجة الهروب، بيهرب من كل حاجة وأي حاجة. ما أنا قلت لكم مهزأ، مفيش مرة هتحتاجيه وتلاقيه، ومفيش مرة هتعوزي انك تواجهيه ويقف يتكلم معاكي زي الرجالة ويشوف حل. لا، هتلاقيه دايما بيهرب وبيخاف من المسؤولية. ولو ربنا كرمك وخلفتي منه، ده بعد الشر يعني، هيرميك انت وابنك في الشارع. رابع صفة، تصرفاته دايما مش مناسبة وبيحرجك ويقلل منك وما بيفرقش معاه شكلك اصلا قدام الناس عامل ازاي. بالعكس، ده بيمدح في غيرك قدامك علشان يحسسك بانك مش كفايه. خامس حاجه، دايما متكبر وشايفك قليله وهو احسن منك، مع انك ممكن تكوني اعلى منه اجتماعيا، احلى منه بكتير، ولكن بسبب عقدة النقص فهو دايما بيتكبر عليك. اخر صفة، ما بياخدش اي رد فعل وبيسيبك انتي تاخدي الاكشن عشان تعرفي الواحدة حدودها معاه ايه، اللي هو اصلا المسؤول عنها لان هو اللي فتح لها الباب. اعرفي وقتها ان ده راجل مهزأ. طيب اخر حاجة بقى عشان نقفل الموضوع، الراجل السبب ولا البنت اللي بتحاول انها تتعدى حدودها معاه في وجود مراته او غيابها هي السبب. الاتنين غلط. دي واحدة ما شافتش رباية بترخص من نفسها، ويا حرام بتكون فاكرة انه هيتجوزها في الاخر بعد ما تخرب عليهم علاقتهم، لكن هو يا عيني بيكون بيتسلى بيكي. اصل معلش يعني مفيش حد عاقل مهما كانت درجة وقاحته هيتجوز واحدة قليلة الرباية ملزقة. وهو برضو سبب، لانه لو من البداية محترم نفسه والست اللي معاه كان من المستحيل انه يوصل حد انه يقل منها او حتى يكون وسيلة ان الناس تتكلم عنها. لان ببساطة الرجولة انك لما تلاقي واحدة بتحاول انها تتعدى حدودها معاك، انك توقفها عند حدها وتعرفها مقامها وتفرض احترام غياب حبيبتك، مراتك، خطيبتك، ايا كان، قبل وجودها على اي حد. وان الرجولة برضو ببساطة هو اللي بيخلي الست اللي معاه مطمنة في غيابها قبل وجودها، وانها تبقى واثقة انه من المستحيل واحدة ملهاش اي 30 لازمة تعرف تاخد منه كلمتين على بعض. والراجل المحترم برضو هو اللي ما بيسمحش بان واحدة ملهاش اي 3 لازمة تحرق للست مراته دمها، ولا يسمح لشوية ناس ما تسواش تطلع تتكلم وتقول عن مراته انها مش مالية عينه. مش بس هما الاتنين السبب، احب اقولك انك طرف برضو في الموضوع ده، انك تبقي مع راجل بيقلل منك ومن كرامتك ومش عارف يحافظ عليها وبرضو مكملة، فما ترجعش تعيطي وتقولي كرامتي بقت في الارض. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتم، وإن شاء الله مش هغيب عنكم تاني. وبس كده قولولي حابين الفيديو الجاي يكون عن أنهي سلسلة في اللي احنا بدأناهم مع بعض. وبس كده أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.